مساء الفل. ايه الاخبار يا جماعه؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الاخبار انت تمام؟ كله زي الفل؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب الناس اللي ما تعرفش مين يوسف ادريس، سريعا انا هقول مين يوسف ادريس وانت هكمل معايا. تمام؟ ماشي. يوسف ادريس يا جماعه اول حاجه اونلاين فيتنس كوتش، تمام واثليت ومينز فيزيك كومبيتيتور من 2018. تمام. وريسنتلي بيقدم كونتنت على التيك توك على السوشيال ميديا بصفه عامه، وكمان سبونسرد باي ام اف سبلمنتس. تمام زي الفل. صح كده؟ كل حاجه. في حاجه تاني الناس تعرفهاش؟ ان انا في هندسه. ان انت في هندسه. مهندسه ايه؟ ميكانيكال بي يو اي. زي الفل. طيب خلينا نبدا سريعا كده. ايه بدايتك في مجال الفيتنس، او انت يعني بدايتك كانت عامله ازاي في المجال، او ازاي بدات تتمرن؟ حلو قوي. والله زي اي شاب طبيعي انا كنت رفيع. انا اصلا كنت بلعب ووتر بولو اصلا، فانا دخلت فريق ووتر بولو. جت الفصله في ثالثه اعدادي ان انا اسيب ووتر بولو علشان درجاتي قلت في ثالثه اعدادي. فاكر كنا اول ترم نقصت 45 درجه، انا فاكر الرقم. فقالوا لي خلاص اطلع بره انت كده، لا هتاخدك بقى من التعليم وبتاع، وساعتها انت صغير ما عليكش كلمه قوي فاهم. وبعدين الووتر بولو رياضه مش منتشره يعني، مش مثلا زي مثلا كوره يقدروا يهندلوا معاها. فخلاص احنا نطلعهم من الدراسه، وكانت خناقه في البيت وبتاع، وانا بقى ليه ومش عارف ايه، وكنت احبها جدا. فاطلع يا باشا منها وهنشوف درجاتك. تاني ترم نقصت 15 درجه. فانا برضو غبي يعني، انا سبت لهم فاهم السكه اللي هو طلعوني. لو بقول لهم طلعوني مش عارف انا مش نافع والله. لو بقول لهم كده يعني مش تبقى كده يعني. بس فطلعت من ساعتها، فعايزين نشوف بقى حاجه ندخله فيها. طبعا عشان تخش اي رياضه تانية سنك كبير. ساعتها كان سني 15 سنه ولا 16 سنه، كان فرق معموله اصلا. بالظبط. فهندخله ايه؟ نروح جيم. ساعتها ابويا هو اللي خدني الصراحه في جيم جميل اسمه بيك جيم، كان فتح عند فوق الامل كده. فيلا بينا نروح هناك وبتاع. ودخل اكلم مدربين. هو ابويا برضو فاكر ان الجيم، بابا يعني فاكر ان الجيم اللي هو في ناس بقى بتضرب سترويد وبتاع. فراح اكلم الكوتش. العقليه القديمه ان الجيمات قديمه كان ليها فعلا توصل للناس معلومه انت حاجات جيت بقى. بالظبط. فراح ساعتها اكلم صاحب الجيم، ساعتها قال له هيخش ما ياخدش اي حاجه. طبعا صاحب الجيم باصص لي اصلا داخل له كيلو بس من البيت. اديله بيض بس، اكله بس الاول 45 كيلو بيقول له ما ياخدش حاجه. فالدنيا خلاص مشيت، طلعش يا بابا وبتاع تمام. واشتركت في الجيم. انا فاكر كنت الاول بشترك 12 حصه اللي هو مش بالشهر، لا انت 3 حصص في الاسبوع. الكارت كده بيبقى فيه 12 خانه. ايوه بتروح يعملوا صح على الخانه واللي هو بالحب ممكن يسيب لك خانه ثانيه كده. بس ابتديت في الجيم وبتاع. واحد رفيع عايز يزيد، تهبيط بقى. تروح بقى الكوتش تعمل ايه؟ عارف هو كوتش جيم تراديشنال اللي هو برايفت، مش شغال في الجيم اصلا. مفيش اصلا برايفت لايت وانت كده يعني مش هتديله جنيه. فانت بتخش كل حاجه بتلعبها عباره عن بار فلات في تفتيح عالي تجميع. انا عايز اقول لك حاجات ستاندرد بتترسم. بالمناسبه دي انا اول مره رحت جيم في حياتي كنت في ثانيه اعدادي. رحت اول ما رحت الجيم قال لي انت هتلعب جنرال. قعدت شهر يا جو العب جنرال، شهر. وفي الاخر سمعت واحد بيتمرن جنبي بيقول لي انت عليك ايه النهارده؟ انا بشوفك كل يوم تلعب على نفس الاجهزه. بقول له جنرال. بيقول لي انت بقالك قد ايه؟ بقول له يعني داخل على شهر كده. قال لي شهر بتعمل ايه؟ بقول له جنرال. قال لي طب بقول لك ايه، مين اللي اداك التمرين؟ قلت له صاحب الجيم. قال لي الله ينور عليك والله انت هتطلع عضلات جسمك كلها. برضو الاول كنت بلعب عادي، بعدين لقيت مره واحده برضو كوتش برضو قال لي موضوع الجنرال ده فكرتني بيه. فاكر كان اسمه، بلاش اجيب اسمه بلاش تمام. قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له ساعتها 16. جالي كده انا فاكر يعني، ما اعرفش المفروض نقول كده ولا لا، بس المهم قال لي انت بلغت. قلت له يعني كنت ساعتها لا، قلت له لسه يا كوتش تمام. فقال لي لا انت لو انت لسه ما بلغتش انت تلعب جنرال. ليه يا كوتش؟ قال لي يبقى غلط عليك وبتاع. فانا قعدت احسن، رجعت البيت قلت يعني انا اول ما يحصل مرحله البلوغ تاني يوم يبقى عادي ما انا العب شيست. زي المكملات كده اندر 18 بالظبط. او ما 18 سنه خد على طول. فالموضوع كان غريب قوي. فقال لي لا انت ما ينفعش تلعب جنرال. قعد شهر بالظبط حصل الموضوع. رحت قلت له يا كوتش يا كوتش انا بس قعدنا نضحك بقى شويه. خلاص بخش بقى برو سبليت. ايه البرو سبليت دي؟ كل يوم عضله. جيت خلاص العب بقى، موضوع يزيد وبتاع، وبلعب بقمه عشوائيه بقمه غلط، مش ظابط دايت، مش عارف يعني ايه نيوتريشن بلان. انا واحد بس بروح بتمرن. عوزت بقى ابقى مركز في الجيم، بعد يوم اللي تشست اجيب علبه تونه. خلاص قفلت العضله هتكبر. بس فقعدت كده بتاع 2.5 سنين لحد ما جالي كان كوتش شغال في الجيم اسمه حازم ساعتها قال لي انت سيمتريتك حلوه وبتاع. ساعتها عندي 18 سنه. طب في حاجه اسمها كيو سكواد ايفالويشن. ايه كيو سكواد ايفالويشن ده تيم مستر اسلام كورتان عامله. تيم عايزين ياخدوا الشباب اللي جيناتها حلوه حاجه يدخلوها مجال بطولات.
قلت له البطولات ايه؟ انا واحد فاهم بتمرن بالحب يعني. بلعب جنرال بقالي شهر. بالظبط. البطولات ايه؟ انا بقالي شهرين بلعب جنرال كوتش. بس اللي هو ابتديت انا ساعتها بقيت يعني يظهر ليه؟ عليك. يعني ملامح جسمي ابتدت تبان. قال لي قدم وخش وبتاع. قلت له بس ما اعرفش. قال لي ده لازم معاك مدرب. انا مش فاهم يعني ايه بطولات يبقى معاك مدرب. انا فاكر ان انا بالجيم هروح مثلا هناك يعني مسابقه بنش مثلا، تكتب اسم. ما اعرفش ان في أوكي. فئات اصلا وفي ليله. ففهمت بقى موضوع ان في حاجه اسمها فيزيك وكلاسيك فيزيك ومش عارف ايه. انت هتلعب فيزيك ان هي اقل فئه يعني، ده طبيعي يعني. كوزن وكان انت كمان بالظبط، لسه وكحجم بتجيب والكلام ده كله. وسن وكله. فدخلنا كيو سكواد ايفالويشن. حرفيا التحضيره دي انا كنت محضر بكيس شوفان يعني زي ما بيقولوا، ولا بقى اكل ولا اي حاجه. انا 2018 مثلا. جيت قبلها يا باشا باسبوع مشيت على بياض البيض. وكان يعني ايه بياض بيض يا كوتش؟ انا ازاي هفصل اصلا؟ فاهم؟ كان اسئله بقى اللي هو زيرو. انت عارف ان دي كانت تاني بطوله ليا برضو. برضه كان اول كده. واحده تيتانيوم في اول 2018. ايوه. ودي دخلتها. كان تاني بيدوا عليها واحده الدرع إزاز تيتانيوم دي كده. اللي طلع منها ناس كتير قوي. كان حسن لسه جمال طلع اسلام منها. كان لسه بادئ. حسن جمال كان حسن خدها. جمال كان طالع منها. وكان بطيخه كان جنبي بطيخه واسلام كامل على الله الستيج. الله يعينك يعني. انت يعني عارف فاهم. وطلعت في التوب على فكره، توب 15 في جامد أوي. في البيتش بادي. أيوة. ساعتها في فئه البيتش بادي لسه حسن طالعة. خدها. بالظبط. كان حسن حسن جمال اللي خدها حسن في جمال طول. خدها. فبس فدي كانت بدايه الفيتنس برضو بتاعتي يعني. هي كان دايما في بطوله كده لازم تطلع لحد يعني. بس فكي ايفالويشن وبتاع. فانا عامه والله ما بهزر. انا فاكر يومها قلت دي بطوله كان ليها ميزه واحده، ان هي كان لينك مسجل فيه ببلاش من الاخر، وانا زي اي حد معيش جنيه زياده غير اشتراك الجيم. فقلت بقول لك ايه، مش هي لينك، خش سجل، انت خسران حاجه؟ وانا عامه عندي منتاليتي دي من وانا صغير، لو طالما انا مش خسران حاجه صح. ما تروح جرب. يعني. زي شباب كتير مثلا يقول لك انا الشغلانه دي مثلا يقول لك مرتبها مثلا قليل، مثلا هو عايز مثلا 5000، الشغلانه دي مش مرتبها 4000، لا مش هقدم فيها. طب قدم لما تجيلك بقى ارفض. انما بيبقى من الاول قاعد هو انا لا مش هقدم وخلاص. طب انت خسران حاجه؟ قدم نفس الكلام. فرحت مقدم. ساعتها رحت بقى هناك وبتاع ومش فاهم حاجه، شايف بقى عمالقه واقفين معايا في الطابور، انا مش فاهم اي حاجه، عضلات من كل حاجه. مش فاهم اي حاجه. اللي هو فكرني باحمد حلمي في الفيلم زكي ايوه شان. اللي هو لا ايه اللي جابني هنا؟ في واحد هنا ما بينكم. بس فرحت دخلت اقدم، الحمد لله لعبت الماتش وبتاع، بعكس يعني كنت اداء حلو. بس في بقى حاجه بقى يعني انا حاولت افتكرها واضحك. قبل الستيج على طول بيقول لك ايه، سخن. دلوقتي انت هتقول لك اسخن، انا اسخن ايه؟ بطن. الحاجه اللي موجوده اقسم بقى. بالله الحاجه اللي اسخن بطن. وساعتها بقى كان حازم فوق، ما كانش فيه اكسس مدربين. فانا فاكر انا شايف حازم فوق عمال بيعمل وانا مش فاهم. كان يوم اسود. مش فاهم هو مثلا يعني متعصب على حاجه. العضله اللي عندي يا كوتش اعمل ايه؟ والله العظيم ماشي عمال بقى كرنجاته. مش فاهم بقى على الله. باشا الشورت انا فاكر جبته قبلها بيوم اخضر. ايوه الشورت، لا كان الاخضر ده. ايوه ده بص الشورت بتاع السيجنتشر. واقف يا باشا على الستيج وبتاع واعرض. وساعتها بقى اهلي جم بقى، ابني يلعب بطوله، عارف اللي هو ابني مش بطل مصر بطل عالم. طبعا ولا حاجه، طلعت نزلت الناحيه الثانيه. طبعا ده كان اللاين بالعرض، وكان أنا اصلا كان ناس كده وناس كده. انا بقى كان معايا مين اللاين اللي اتاخد؟ بطيخه. كان بطيخه. كان مين بيحكم؟ عبد الجليل. كان لعيبة عبد من الجليل بره. بيحكم، ومش عارف كان اسمه في حكم اجنبي كده لعيب معروف، مش عارف اسمه توم كولمان. مش عارف اسمه ايه ده. هو ملوش فورمه بس كان زمان بيلعب بس هو كان وكده. معروف يعني. واللي اتاخد مني ساعتها كان بطيخه انا فاكر، ومو جابر، محمد جابر ما شاء الله عليه، ومش فاكر مين تاني بس ميدو اعتقد. مش فاكر بس كان ورامس سامي. اللاينات كلهم ما شاء الله هم اصلا جاهزين. بس انا بالنسبه لي انا انبسطت جدا. وحاجه مثلا اتعلمتها حاجه بسيطه قوي، ان انا طالع ستيج من كتر التوتر. واصلا في يعني انا كنت تعبان من فرهد، رجليها كان بترعش من التوتر. فدي فادتني في البطوله اللي بعدها. صح. والله العظيم في البطوله دخلتها ما طلعتش كسبان حرفيا. بالظبط. انت كفايه ان انت الترايل في اذا جرب ابو بلاش بالظبط. في لما تبقى دافع وصارف ومكلف وتعبان في شقيان بالظبط، يبقى خدت الخوف راح في اول مره. انا شايف اي حد عايز يجرب بطوله جرب. بالظبط ده اللي حصل برضه. ما تجربش البطوله اسم، ما يقولكش انا هحضر لبطوله كذا، لا جرب بطوله بسيطه الاول. شوف الاول انت كيف البطولات هواك ولا لا. صح اساسا هتفهم يعني ايه تحكيم ولا تفهم يعني ايه تقف ولا لا. بس فالمهم خلاص دخلنا بقى على الحته دي، وبس الموضوع بقى الجيم بقى ابتدى افتح بقى افهم يعني نيوتريشن، والحمد لله الدنيا وصلت يعني. حلو.